بنسمع كتير في الاخبار عن البنك المركزي والفايده اللي بيرفعها او بيقللها، بس ايه الموضوع ده بالظبط وازاي ممكن ياثر على حياتنا اليوميه، على قروضنا، على اسعار السلع، وحتى على الفلوس اللي في جيبنا؟ تعال نفهمها ببساطه. الفايدة ببساطة هي التكلفة اللي بتدفعها لما تستلف فلوس، أو المقابل اللي لما تدي لحد فلوس يستلفها. فكر فيها كده كإيجار للفلوس. البنك المركزي هو اللي بيحدد سعر الفايدة الأساسي، وده بيأثر على أسعار الفايدة التانية في البنوك التجارية. لما البنك المركزي يحدد سعر الفايدة هو بيعمل كده بهدف رئيسي، وهو الحفاظ على استقرار الأسعار، أو زي ما بنقول مكافحة التضخم. وعرفنا يعني ايه تضخم في الفيديو اللي فات. البنك المركزي بيستخدم سعر الفايده كاداه للتحكم في كميه الفلوس اللي في السوق. تخيل معايا ان البنك المركزي قرر يرفع الفايده، وده بيحصل عاده لما يكون في تضخم عالي في البلد، يعني الاسعار بتزيد بسرعه، والبنك المركزي بيعمل كده علشان شويه حاجات. اول حاجه بيقلل الاقتراض. لما الفايده بتزيد القروض بتبقى اغلى، يعني لو عايز تاخد قرض عشان تشتري شقه او عربيه الفايده اللي هتدفعها هتبقى اكبر، وده بيخلي الناس تفكر 1000 مره قبل ما تشتري الحاجه، وبالتالي بيقل الطلب على السلع والخدمات. تاني حاجة بيشجع على الادخار. على الناحية التانية لما الفايدة تزيد على الودائع والشهادات اللي في البنوك ده بيشجع الناس انها تحط فلوسها في البنك علشان تاخد فايدة اعلى، وده بيسحب السيولة من السوق ويقلل كمية الفلوس المتداولة. تالت حاجة بيكبح التضخم او بيقلل التضخم بمعنى اصح. الهدف النهائي من كل ده هو تقليل الطلب على السلع والخدمات وسحب السيولة من السوق، فبالتالي بيحصل تباطؤ لزيادة الاسعار او حتى انخفاضها. طيب ايه اللي يحصل لو البنك المركزي خفض الفايده؟ خفض الفايده بيحصل عاده لما يكون الاقتصاد محتاج دفعه، او لما يكون التضخم تحت السيطره، وده بيساعد الاقتصاد بالطرق دي. اول حاجه زياده الاقتراض. لما الفايده تقل القروض بتبقى ارخص، وده بيشجع الناس والشركات انها تاخد قروض علشان تستثمر، تفتح مشاريع جديده، تشتري عقارات، او حتى تستهلك اكتر. تاني حاجه تحفيز الاستهلاك. الفلوس اللي كانت في البنوك بعائد قليل ممكن تتجه للاستثمار او الشراء، وده بيحرك عجلة الاقتصاد ويزود الطلب على السلع. ثالث حاجة دعم النمو. كل ده بيؤدي لزيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي أكبر. طيب يا عم البنك المركزي يرفع الفايدة أو ينزل الفايدة، أنا كمواطن عادي إيه اللي يخصني؟ بص الموضوع بيلمس جيبك على طول. أول حاجة القروض اللي بتاخدها. لو الفايدة عالية أي قرض هتاخده سواء بيت أو عربية أو مشروع هيبقى غالي جدا، والأقساط هتبقى غالية قوي، والعكس صحيح. لو الفايدة قليلة القروض بتبقى أرخص وأسهل. تاني حاجة الودائع والمدخرات. لو حاطط فلوسك في البنك الفايدة العالية تكسبك أكتر، لكن لو الفايدة قليلة مكسبك بيبقى ضعيف، وقيمة فلوسك نفسها ممكن تتاكل مع التضخم. ثالث حاجة المعيشة اليومية. فايدة عالية الناس هتخاف تستلف وتصرف فيستهلكوا أقل، فالأسعار تهدى شوية. يعني قرارات الفايدة مش كلام جرايد كده وخلاص، دي اللي بتحدد أنت هتشتري إيه وبكام، وهتدفع كام كل شهر، وفلوسك اللي في البنك هتزيد ولا هتنقص.